في الحلقة دي من النجمة بتحكي هنكشف سر الشخص اللي لسه ماسك فيك بطاقة قوية، والصدفة دي مش صدفة، خصوصاً لو اسمه بيبدأ بالحروف دي: ه، ميم، سين، ر، كاف أو عين. خلي بالك من الرسالة للآخر. أول رسالة: الشخص ده رغم المسافة عينه عليك، بيحاول يفهمك من بعيد ويحطك في مقارنة بينه وبين الواقع اللي هو فيه، بيتابعك بدون ما يظهر. كاني رسالة: في شخص هنا كان عامل نفسه مش فارق ومش بيغار، لكن الحقيقة إنك بتحرك عنده مشاعر ما كانش فاهمها، ولما ظهرت حد جديد في حياتك نزل عليه خوف مش طبيعي. تالت رسالة: لو أنت من مواليد برج العقرب، السرطان، الجدي، الحمل، خلي بالك، لأن الشخص ده راجع يكسر الصمت ويفتح الباب اللي افترقته عنده من فترة. الرسالة هنا مش بس مشاعر، في حركة جاية. رابع رسالة: لو أنت من مواليد الدلو، القوس، الميزان، الحوت، في شخص جديد في طاقة دخول، شخص حقيقي مش وعود، وداخل بطاقة ارتباط أو خطوة رسمية. خامس رسالة: الاسم اللي بيبدأ بميم أو ره، الشخص ده صوته الداخلي بيقوله لو خسرت العلاقة دي هتندم. عنده صراع بين الكرامة والرجوع، ده متعلق وبيفكر ياخد خطوة. الاسم اللي بيبدأ بعين أو سين، ده بيحاول يظهر عكس اللي جواه، بيتصرف طبيعي أو ببرود، لكن التعلق هنا أعمق من اللي بيبينه. الاسم اللي بيبدأ بكاف، ده شخص مش بيحب الخسارة، لو حس إن في حد جديد في حياتك هنا بيقلب لغيرة زائد حركة، وبيفهم قيمتك بعد مقارنات. الاسم اللي بيبدأ به ده متعلق بطاقة اشتياق مش باعتراف، غالباً متأخر في الكلام ومبادرته قليلة، لكنه مش قادر ينسى بسهولة. الارتباط عنده بيجي بعد تأكد وتطمين. آخر رسالة: سؤال مهم ليك، أنت جاهز ترجع لنفس الباب ولا مستعد تفتح باب جديد؟ لأن الطاقة دي مش هتستناك كتير، والقرار هنا قرارك أنت. لو عايز رسالة بطاقة خاصة لبرجك، اكتب برجك في الكومنت. النجمة بتحكي.